عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا اخواتي في شيوات مؤشرف. اليوم ان شاء الله غادي نرحب بكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هنا اخواتي كما كتشوفوا عندي في هاد الجبانيه هذه عندي الدقيق نتاع الدقيق الابيض، غير هو النوع اللي كيكون شويه احرش. غادي نقرب لكم اكثر. كما كتشوفوا هكا احرش، كيكون بحال هذاك السميد الناعم. كما كتشوفوا كيكون رطب ولكن ماشي ديك الرطوبيه اللي كيكون حرش. ملي كنديروا ليه هكا كنحسوا به حرش. اليوم اخواتي هنا انا عبرت واحد المقدار نتاع 3 نتاع الجبانيات، غادي ندير فيها واحد معلقه، واحد شويه نتاع السكر على حساب اللي، وغادي ندير الملح كذلك، الملح على حسب الذوق، وغادي ندير واحد الرشيشه خفيفه نتاع الخميره نتاع الخبز هكا، يعني خميره فوريه، وغادي نعجنو هكا بالماء فقط. غادي نستعين بالماء يكون ماء دافئ شويه ونعجن العجين. هنا اخواتي جمعت العجين كما كتشوفوا هكا، يعني انا خليته قاصح. علاش اخواتي؟ لانها دابا راه يلا وقيت قبل الغداء، غادي نعجنو هكا، غادي نخليه كما كتشوفوا قاصح. غادي ندلكو تقريبا واحد 3 دقائق ولا 4 جهه ما اللي يندمج يعني الدقيق، وغادي نديرو في واحد الكيس بلاستيكي وغادي نخليه مور الغدا ان شاء الله، وغادي نتلاقاو باش نشكلوه. هنا اخواتي كما كتشوفوا هذا المسمن تاعنا من بعد ما ارتاح خليته واحد ساعه ونص تقريبا، ارتاح على خاطرو. كما كتشوفوا شوفوا العجين كيفاش كيرجع. غادي نديرلو هكا وغادي نقطعو نستعمل قليل نتاع الزيت ونقطعو هكا ولقات شويه صغارين. غادي اليوم ان شاء الله ندير لكم مسمن تقليدي هكا صافي، وغادي نعاود نغطي عليهم بواحد البلاستيكه ونخليهم كذلك يرتاحوا. هنا اخواتي قطعتها كما كتشوفوا هكا، غادي نغطي عليها بواحد البلاستيكه باش ما ديرش هذيك القشره، وغادي ندوب الزبده ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم. هنا اخواتي انا ذوبت الزبده، ضفت عليها واحد شويه نتاع الزيت، وغادي نبدا نجيب هكا الكويره نتاع المسمن نبسطها هكا، وغادي ندير الزبده ونثنيها ونحطها على جنب ترتاح. نعاود معكم واحده اخرى بهذه الطريقه، نبسطها ندير عليها شويه نتاع الزبده نجبدها هكا ونخليها ترتاح. وهنا اخواتي المسمنه ديالي ارتاحوا، حسيت بهم ارتاحوا مزيان. غادي نجيبها نهزها هكا ونبدا نجبد فيها هكا غير بشويه باش ما تطاش لينا. هو راه سخي ولكن حنا نتكلسوا عليه. غادي نبدا نحط هكا ونورق، نضيف القليل نتاع الزبده ونبدا نورق فيه. صدقوني هذا المسمن راه ساهل ماهل، يعني ما فيهش زماله بزاف، خاصه الا خليناه ارتاح في الاول هكا. ونبقى كنضيف الزبده ونورق وكنلف هكا. نحاولوا ملي نكونوا نلفوا هذوك اللفات ما نزيروش، يعني نحاولوا غير نرميوهم كما كنقولوا هكا باش ما كيجيش المسمن تاعنا مزير. صافي كنهز هذا جانب نوضعو في الداخل هكا، ندير الاصابع نتاوعي ونبدا نجمع فيها هكا صافي ونحطها على جنب ترتاح. هنا اخواتي من بعد ما درت المقلاة كتسخن كنجيبو هكا المسمن تاعنا نوضعو عليها القليل نتاع الزبده ونبداو نورقو فيها هكا. وفي هذه المرحله غادي نهزها ونديرها في المقلاة. هنا اخواتي المقلاة نتاعي سخنات، دهنتها بالقليل نتاع الزيت بنقطه هاد المسمنه نتاعي، وغير على ما تشد راسها نبدا نقلب فيها. احسن
حاجه في هذه المقلاة انها كتزينا اكثر من وحده نتاع المسمن. كنقدروا نطيبوا فيها حتى 3 4 نتاع المسمنات اذا كان الحجم نتاعهم صغير هكا. هذا هو السر نتاع المسمن. كما كتشوفوا خصنا كل مرحله نبقاو نقلبوه على جهه هكا. كما كتشوفوا كيجي المسمن تاعنا ناجح وصادق، كيبدا كيتنفخ. وحتى هذيك الرشيشه اللي وضعتها فيه تاع الخميره كتساعدو كما كتشوفوا كيتنفخ وكيتحمر هكا. كنبقاو اخواتي كنقلبو فيهم كما كتشوفوا هكا. كما كيبداو كيتحمروا كيتنفخوا هكا. حنا كما قلت لكم راه كتهز المقلاة اكثر من حبه نتاع المسمن. انا كنطيب فيها هكا 3 4 باش كتسالينا الطريقه ديالها نساليو. هنا اخواتي المسمنات تاعنا طابو الطياب نتاعهم. غادي عفوا نشد هكا راه سخون، ولكن نبقاو كنصايبو فيه هكا باش كيتفتح كما كتشوفوا من الداخل. تبارك الله كيفاش كيجي مورق هكا. كما كتشوفوا الداخل كيجي ناشف ما ميدمش بزاف، كيجي زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه. ها هذا هو الشكل نتاعو كيفاش تيجي. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في تعليقاتكم الطيبه، وكنقدموا لكم الصحه والراحه.